فيكتور رويس على طول قاطع ضغط المره دي، ضغط رائع جدا في اللقطه الماضيه، تمريره حلوه، وادي الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، يا ولد يا ولد يا نيمار، يا ولد يا نيمار. الحل ايه؟ الحل في قطعه وتمريره، ومفيش بقى لا تكتل ولا تمركز، لان اللاعب نيمار يسجل الهدف العاشر ليه، و10 على 10 التوقيفه واللعبه ما خلاش الحارس اريولا لا يفكر ولا الدفاع يقف، لكن هي مقطوعه حلوه قوي من بوسكيتس. واخيرا الحل ياتي في الدقيقه 60 عن طريق نيمار الجبار في هذه الكره اللي امامنا. لكن شوف الضغط العالي، وادي امامنا اهو بوسكيتس، وعلى طول تمريره، مفيش تسلل هنا، التغطيه من بونيرا وايضا من اللاعب رايس، واستلام يا ولد يا ولد يا ولد، واحده والثانيه، واحده والثانيه، وبص العقل ايه بالشمال وعاملها ببط رجله. ادي الكره مقطوعه الضغط العالي، وتمريره خطا من برونو، واحلى من اللاعب بوسكيتس، عمل اسيست رائع 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 عشان تبقى النتيجه 1-0 للبلوجرانا عن طريق نيمار. نيمار يملك الحلول في غياب ميسي، التألق مستمر من جانب نيمار ومن جانب سواريز، ولكن نيمار هو عنده تقطع الكرة من انيستا، تبدأ هجمة على طول سيرجي روبرتو في هجمة، منير الحدادي هل يضع بصمته في اللقاء؟ منير ركلة جزاء، منير وركلة جزاء، منير ركلة جزاء وانذار لكوستا. شوف الهجمة السريعة والمساحات تواجدت، خلاص البارسا بقى يهيمن يسيطر، وانذار امامنا اهو للاعب كوستا، وركله جزاء لصالح البارسا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 69 من عمر اللقاء، بعدما تسبب فيها منير، سيرجي روبرتو لمنير، وجاي كوستا مش لاعب على الكوره، لاعب على اللاعب منير، ومنير شربها له. حلوه منير، حلوه منير الحدادي اهو امامنا، يضع فازوا على بوليفيا 2-0، على كولومبيا 3-0، لعبوا مع الاكوادور وشيلي، لكن يهمه هنا الهدف الثاني وهدفه التاسع هذا الموسم، ويسجل امامنا اهو الهدف التاسع ليه في الليجا هذا الموسم، يتساوى كان في رصيد الاهداف في يعني الفتره الماضيه هو واللاعب نيمار. نيمار بقى عنده 10 وبقى سواريز عنده 9، وبقت النتيجه في الدقيقه 70 2-0. لكن بص تشوف سواريز حطها حلوه قوي الهدف الثاني بالركله الجزاء في مرمى الحارس اريولا. البارسا ينجح في التقدم، وامامنا هو موه حلوه قوي وعملها له جميله، وداه الشمال وحطها له في الزاويه اليمين، وهدف بالركله الجزاء. سجل نيمار في الدقيقه 60، عزز لويس سواريز في الدقيقه 70. يستمر مسلسل التألق في ظل غياب ميسي، يستمر التألق من خلال نيمار وسواريز. منير امامنا اهو تسبب في ركله الجزاء، ولكن سواريز ونيمار عندهم شخصيه وقوه كبيره، واثنين كل حضراتكم جايب 4 اهداف باكومبو، وادي الهجمه السريعه وانطلاقه من لويس سواريز، يا عيني على الكره بالمقاس، يا عيني يا عيني، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ مش معقول، مش معقول، ايه يا ولد؟ يا خلاهم يدوروا عليها ولقوها في الشبكه، هو ده نيمار، هو ده نيمار الجبار، وسواريز عملها له، ونيمار يسجل هدفه رقم 11 في هدف ايه؟ هو هدف هذه الليله وهذه الامسيه وهذه المتعه التي تاتي من نادي الاساطير. اذا كان النادي لعب له مارادونا ورونالدو ورونالدينيو واسماء كبيره لعبت في هذا الفريق، لكن نيمار، وطبعا على راس هؤلاء النجم الكبير ميسي. لكن بص الهجمه معموله ازاي، بص التحرك، بص التحرك، هل هنا في تسلل في اللقطه دي على سواريز؟ لكن مفيش تسلل لان الهجمه حلوت، ويا ولد يا ولد يا ولد، شالها له كده، عملها له حلوه، شمسها له وعملها له، يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسه البرازيلي. ادي الكوره من الاورجواياني اللي عملها في غياب ميسي، الثنائي يواصل التألق اهو، بيعمل لك الشو كله، الاستعراض كله، ويقول لك انا نيمار، انا نيمار جونيور، انا نيمار الجبار اللي بيسجل النهارده هدف. وسعاده لويس انريكي، كان لعيب لويس انريكي فاز باولمبياد برشلونه عام 290، الكل يصفق لان نيمار